في كلام إلهام، ايه الصح؟ ان انا بقى ابقى البنت الفظيعة كده اللي بعرف ارد واعرف اخد حقي تالت ومتلت زي ما بيقولوا، ولا إن لما يحصل خلاف بيني وبين حد اعدي الدنيا وما ردش بشكل مبالغ فيه قوي عشان شكلي قدام الناس؟ الحقيقة السؤال ده مهم قوي. اللي احنا بنشوفه النوعين من الناس دول، تعالوا نشوف كل واحد بيكسب ايه وبيخسر ايه. هنيجي للشخص المتسامح اللي لما حد بيعمل معاه مشكلة كبيرة جدا فبيفضل ان هو بيسكت او يعني ما بيردش بعنف قوي او بيعدي المواضيع علشان الدنيا ما تكبرش. الشخص ده بيكسب احترام الناس ليه في اغلب الاحوال، ومش هنقول كلها لان في ناس ما بيفرقش معاها الكلام دي وهم اصلا ناس شريره، يعني دول الناس دعوه بيهم. احنا بنتكلم على الناس المحترمه اللي قدامها لما بينزل شويه بالليفل بتاعه هم كمان بينزلوا، يبقى هنا كسب احترام الناس ليه وكمان كسب سلامه النفسي، لانه لما بيطلع في شره قوي كده وبيعمل مشاكل كتير ده بيأثر عليه برده. هو بيكون فاكر ان هو كده بياخد حقه وانه تمام جدا وخلى اللي قدامه مش عارف يتكلم، بس الحقيقه ان هو كمان بيخسر كتير جدا. تخيلوا بيقعد كام يوم مثلا وهو متضايق وعمال يسترجع الخناقه دي في دماغه، ولا في ردود تانية لسه ما ردتهاش، لا انا عايز اخد حقي اكتر واكتر، مش هنخلص. لكن لما بيسكت او بيعدي الموقف بيكسب احترام الناس وفي نفس الوقت بيكسب سلامه النفسي. طب تعالوا نشوف الشخص التاني اللي فاكر بقى ان هو جدع وانه بياخد حقه بايده وانه مكسر الدنيا خالص ومحدش يقدر يقف قدامه ولا حد يقدر بقى يعمل معاه اي مشكله خالص. ماشي تمام، هنرد وهناخد حقنا وهنتخانق ونمرمط اللي قدامنا. النتيجه بنخسر شكلنا قدام الناس، لان غالبا الشخص ده ما بيبقاش لوحده، بيبقى وراه ناس تانيين يعني. فاحنا بنقول لهم اهو يا جماعه بصوا احنا قد ايه بنعمل مشاكل وقد ايه ان احنا يعني طباعنا سيئه جدا، وفي نفس الوقت زي ما قلت بيخسر سلامه النفسي، لان هو زي ما انا قلت دلوقتي بيقعد يفتكر حاجات كتير وردود كتير في دماغه ولسه ما ردهاش. لا ده انا لازم اخد حقي بقى وهرد وهعمل مشكله تاني، يعني بعد ما المشكله تخلص لا ما بنسيبهاش تعدي، بنرجع تاني ونعيدها تاني ونفضل نتكلم فيها ونكبر الدنيا اكتر واكتر ونعيش في مشاكل. الشخص ده خسر شكله قدام الناس وخسر كمان سلامه النفسي. ما اعتقدش ان في حاجه تستاهل ان احنا نعمل في نفسنا كده. دي مش دعوه ان احنا نتساهل في حقنا، لا انا ممكن اخد حقي تالت ومتلت بمنتهى الهدوء وبمنتهى الذوق واطلع اللي قدامي كمان خسران. دي موهبه بيفتقدها الشخص اللي بيجعجع ويبقى صوته عالي ولسانه طويل، بيفتقدها تماما. لكن الشخص العاقل الهادي ده اللي بيحقق اقصى استفاده من الموضوع، وممكن الشخص اللي اذاه واللي اتخانق معاه هو اللي يجي يعتذر له كمان. جربوا الطريقتين وشوفوا ايه اللي يريحكم فيه.